السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا زي ما احنا متعودين، قبل ما بنبدأ الفيديو بتاعنا بنصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شايفين كده؟ دي قطع الكيك بتاعتي بالجمال ده، هشة وجميلة قوي. شايفين عاملة ازاي؟ قد ايه هي اسفنجية وجميلة، قد ايه الحلاوة بتاعتها. زي ما احنا شايفين كده، ده جمال الكيك بتاعي. قد ايه هو هاشش، قد ايه هو جميل. الخفيفة الجميلة ان شاء الله هتعجبكم جدا، وهيعجبكم المقادير والطريقة بتاعتي ان شاء الله. تعالوا نشوف مقاديرنا عبارة عن ايه. معانا هنا 2 كوب طحين او دقيق حسب المكان اللي انت موجودة فيه ما بتقولي عليه. ومعانا كمان هنا كوباية لبن او حليب. معايا كمان هنا كوباية من الزيت، ومعانا كوباية من السكر. طبعا دي معانا هنا الفانيليا السايلة. ومعانا كمان كيس الكيك شيف. اول حاجة ان انا هنا هنزل بالسكر على البيض ده بالشكل ده كده. هنزل بكوباية السكر زي ما قلنا 4 حبات من البيض. هننزل بقى كمان بالفانيليا السايلة بتاعتي دي. لو مش موجود فانيليا سايلة ممكن استبدلها عادي بالفانيليا البواكي. زي ما احنا شايفين كده لازم الفانيليا علشان البيض. هخلط بقى المكونات دي مع بعضها كويس بالمضرب كده الكهرباء. هخلطهم انا عشان صوت المضرب ونرجع نشوفهم تاني مع بعض. طبعا انا هنا خلطتهم بالقوام اللي احنا شايفينه ده. طبعا انا مش بعمل تورته او حاجات من دي، فمش محتاجاها تكون يعني يرفع اكتر من كده. تمام. وانا اقدر ان انا استخدم الخلاط او استخدم ايدي عادي في عمايل الكيكه، اعملها بايديا او اعملها بالخلاط لو مش متاح عندي مضرب. اضيف في الخلاط كل المكونات على بعضها واخلطها عادي، بتطلع جميله احلى من المضرب كمان. الخطوه دي بقى انا هنا انزل بكوبايه الزيت بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، وهرجع بقى اخلط المكونات دي تاني مع بعضها. طبعا انا كده خلطت الزيت مع الخليط بتاعي ده اللي هو البيض والسكر. هنبدأ بقى كمان ننزل الحليب او اللبن بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، وهخلطه برضو معاهم تاني. هخلطه بقى ونرجع نشوفه تاني مع بعض. زي ما احنا شايفين كده انا خلطت الحليب مع المكونات دي، بقى قوامه خفيف جدا. اللي هيمسك القوام ده بقى معانا الطحين او الدقيق. هننزل بالطحين او الدقيق بتاعنا حوالي نص كوباية بنص كوباية، وهشغل المضرب على اهدى حاجة علشان ما يطيرش مني الدقيق. لا اما هقلبه الاول بمعلقة ادخله في المكونات دي كده. شايفين انا نزلت بحوالي نص الكوباية. هقلب كده بالراحة قبل ما اشغل المضرب، وبعد كده هشغل على اهدى حاجة في المضرب. طبعا كله هيقول لي انت ليه ما خلطتيش الكيك شيف مع الطحين او مع الدقيق؟ لان الكيك شيف لما بتخلطي فيه كتير مفعوله بيقل، بيبوظ معانا الكيك بتاعنا.
فيستحسن ان انا انزل بيه اخر حاجة خالص، اخلطه وانزل بيه اخر حاجة خالص بعد ما اخلص الطحين كله. شايفين بقى؟ هدوب برضو شوية دول. هكمل انا بقى الكمية بتاعت الدقيق كلها وهنرجع نشوفه مع بعض. طبعا زي ما احنا شايفين كده انا خلصت خلط الدقيق كله. معايا كيس الكيك شيف، انا هحط الكيس كله هخلطه بقى وهنرجع نشوف القوام الجميل بتاع الكيك ده. شايفين القوام؟ كل الكيك ما يبقى معايا خفيف احسن ما يبقى تقيل قوي، هيطلع مش خفيفة بعد ما تستوى. طبعا انا هنا خلطت الكيك شيف وزي ما انتم شايفين القوام الجميل بتاعي ده كده. هبدأ بقى انزل بالخليط ده في الصينية. طبعا زي ما احنا شايفين هنا كده الصينية انا دهنتها بالسمنة او بالزيت وبدرتها بالدقيق بالشكل ده. هنزل بقى بالخليط بتاعي ده عليها زي ما احنا شايفين كده، ده سمك الخليط. طبعا هنا كده انا مسخنة الفرن قبليها ب10 دقايق. هبدأ ادخل بيها في الفرن واما تخرج هنبدأ نشوفها مع بعض. زي ما احنا شايفين ديت صينية الكيك بعد ما خرجت من الفرن. انا اختبرتها بالشكل ده كده. السكينة طلع مفيش فيها اي حاجة، نضيفة. فطالما السكينة طالعة نضيفة تبقى الكيك بتاعتي استوت وناجحة وجميلة. تعالوا بقى لما نقطع الكيك كده ونطلع منها كده ونشوفها طعمها وشكلها عامل ازاي. هي لسه سخنة جدا. زي ما احنا شايفين كده نخرج قطعة. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الكيكة بتاعتي قد ايه هشة، قد ايه اسفنجية، قد ايه جميلة. شايفين الجمال. كيك من تحت ومن فوق حاجة كده روعة. مش عايزة اقول عظمة لان العظمة لله وحده. زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. جربي المقادير والطريقة مش هتندمي. ولو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تعملوا لنا اشتراك لايك شير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.